عائلة ساويرس، اسم دايما مقرون بالثروة العملاقة، ثروة خلتهم أغنى عائلة في مصر. العيلة بدأت بالأب المؤسس أونسي ساويرس اللي كانت بدايته بداية بسيطة، لكن إصراره على النجاح رغم كل الصعاب خلاه يأسس إمبراطورية قادرة تقف في وش الدولة المصرية أيام جمال عبد الناصر وتحارب ضغوط الدول المجاورة. كل الصعاب والمخاطر اللي عاشها أونسي ساويرس وصلت العيلة إن من يوم 11 مارس 2022 أصبحت عائلة ساويرس هي أغنى عائلة في الوطن العربي كله. النهاردة هنحكي قصة المؤسس الحقيقي لثروة العائلة أونسي ساويرس، لأن القصة وراها حكاية. اتولد أونسي ساويرس في مدينة سوهاج يوم 14 أغسطس سنة 1930. العيلة كانت بعيدة كل البعد عن التجارة. كان والد أونسي محامي كبير في مدينة سوهاج وعنده أراضي زراعية ضخمة، فكان أولاده قدامهم مجال من اتنين: يا إما تبقى محامي زي الأب، يا إما تدير المزارع العملاقة. أونسي كان كله أمل إن يكون واحد من أكبر أصحاب الأراضي الزراعية في مصر وقتها. عاوزين واحد إخواتك الاتنين محامين، وإنت بقى تخش الزراعة تاخد بالك من الأرض دي. وده اللي حصل. بداية نشاطي كان في الزراعة، والتحق بكلية الزراعة وتخرج منها سنة 1950. لكن حصلت مفاجأة كانت أول صدمة لأونسي ساويرس في حياته العملية. في مصر سنة 1952 قامت ثورة الضباط الأحرار، وبعدها تولى جمال عبد الناصر رئاسة جمهورية مصر العربية. الثورة قامت بعملها وهي تعتقد أنها تؤدي رسالة وهي طليعة ثورية لهذا الشعب. وبعد فترة قصيرة أصدر قانون الإصلاح الزراعي، واللي بسببه اتخذت الأراضي الزراعية من أصحابها، وتم تحديد ملكية الأراضي الزراعية بحد أقصى 52 فدان للفرد. جمال عبد الناصر كان اشتراكي الفكر، وكان شايف إن قانون الإصلاح الزراعي هيحسن من وضع الفلاحين، لكن القرار ده دمر جزء كبير من الرقعة الزراعية في مصر، وده اللي خلى أونسي للحظة يحس إن حلمه اتدمر وإن كل الأبواب اتقفلت في وشه. بعد ما كانت العيلة بتمتلك مزارع عملاقة، صفت في الآخر على 52 فدان للفرد. في الفترة دي والده قرر إن بعد ما أخدوا قطعة الأرض الصغيرة يبنوا فيها بيت صغير، فطلب من شركة مقاولات هي اللي تبني البيت. شركة المقاولات برئاسة واحد من أكبر المقاولين في مصر أيامها، وهو المهندس لمعي يعقوب. المهندس لمعي يعقوب طلب من أونسي إنه يقف مع العمال ويتابع شغلهم، وانبهر بالتزام أونسي في الشغل وتركيزه على كل كبيرة وصغيرة. فبعد ما خلصوا بنى البيت طلب لمعي من أونسي إنه يشتغل معاه، لكن المفاجأة لما أونسي رفض وطلب منه إنها تكون شراكة مش مجرد وظيفة. وافق المهندس لمعي يعقوب على الفور، لأنه كان شايف في أونسي روح الشباب اللي عايز ينجح مهما كان الثمن. ساعتها قرر أونسي إنه يغير النشاط بتاعه للأبد ويتحول من نشاط الزراعة لنشاط المقاولات، وشارك لمعي يعقوب وأسسوا مع بعض شركة أونسي ولمعي. وفي الفترة دي أونسي اتجوز زوجته يسرية لوزة وخلف منها 3 أولاد، أولهم نجيب ساويرس سنة 1955، والتاني سميح ساويرس سنة 1957، والتالت ناصف ساويرس سنة 1961. أونسي في الفترة دي كان في قمة سعادته، فرحان بولاده ال3 وبالنجاح الكبير لشركة المقاولات بتاعته هو ولمعي. الشركة نجحت نجاح مبهر بسبب امتزاج الخبرة الكبيرة للمعي يعقوب وقوة وروح الشباب اللي في أونسي ساويرس، وده خلى عيون كتير تتجه ناحيتهم، خصوصا ان رجال الأعمال في مصر في الفترة دي كانوا بيعانوا بسبب الفكر الاشتراكي لجمال عبد الناصر، واللي خلى فيه سقف للنجاح في مصر. ولو تخطيت السقف ده بتتأمم الشركة الخاصة بيك وتصبح شركة تابعة للدولة. وبالفعل ده اللي حصل لشركة أونسي ولمعي سنة 1961. بقرار واحد من الرئاسة انهار حلم أونسي ساويرس لما اتفاجئوا بضباط بيقتحموا مكاتبهم وبيفتشوا في أوراقهم عشان يطبقوا قرار التأميم، وأجبر أونسي ولمعي إنهم يتحولوا من أصحاب الشركة لمجرد موظفين فيها. ولمدة 5 سنين أونسي كان ممنوع من السفر ومجبر إنه يكون سجين في المؤسسة اللي بناها بنفسه. تحول من أعلى درجة في الشركة لمجرد موظف عادي. الحلم اتحول لكابوس، وكل الأبواب اتقفلت في وشه للمرة التانية، واتأكد إنه مش هيقدر يبني حلمه طول ما الفكر الاشتراكي موجود في مصر. الحل هو السفر. بعد حرب النكسة سنة 1967 شاف جمال عبد الناصر إن الأغنياء اللي منعهم من السفر ممكن يشكلوا خطر عليه، فأصدر قرار إنه يسمح لهم بالسفر مرة تانية. ساعتها قرر أونسي إنه ينجح لكن في بلد تاني، وكان في الأول متجه ناحية أمريكا أو كندا، لكن كان صعب يسيب عيلته ويسافر لأماكن بعيدة، فقرر إنه يسافر لدولة ليبيا اللي كانت مستقرة نوعا ما تحت الحكم الملكي، وده خلاها مكان مناسب لانطلاق شركة جديدة.
وفي نفس الوقت قريبة من مصر اللي عيلة أنسي مستقرة فيها. لكن قبل ما أنسي يسافر أصر إن أولاده يدخلوا المدرسة الألمانية الخاصة في مصر عشان يضمن إن أولاده يتعلموا أحسن تعليم. أنسي لما سافر ليبيا لقى شركاء كويسين جدا، وأسسوا شركة مقاولات وشركة استيراد في ليبيا. الشركة بدأت تكبر بسرعة واستمرت لسنين. سنين أنسي بيحط طاقته لنجاح الشركة اللي بيبنيها بعرقه ودمه. ولكن بعدها بسنين قليلة حصل الانقلاب على الملك الليبي الملك إدريس الأول. الانقلاب كان بقيادة العقيد معمر القذافي اللي سيطر على الحكم في البلاد، وكانت سياسته شبيهة بسياسة جمال عبد الناصر. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الشعب الليبي العظيم، تنفيذا لإرادتك الحرة وتحقيقا لأمانيك الغالية واستجابة صادقة لندائك المتكرر الذي يطالب بالتغيير والتطهير ويحث على العمل والمبادرة ويحرض على الثورة والانقباض، قامت قواتك المسلحة بالإطاحة بالنظام الرجعي، وهكذا منذ الآن تعتبر ليبيا جمهورية حرة ذات سيادة تحت اسم الجمهورية العربية الليبية. وشاف أنسي سويرس إن اللي حصل له من السياسة الاشتراكية في مصر ممكن يتكرر تاني في ليبيا، لكنه كان اتعلم من اللي حصل في مصر، فقرر ينسحب من الشركة الليبية خوفا من إن القذافي يأمم الشركة. وفعلا بعد ما رجع أنسي سويرس لمصر بأقل من سنة، كل شركائه في ليبيا كانوا بيهربوا من البلد وكانت أملاكهم بتتصادر. ولكن والدي بقى كان اتعلم من تجربة مصر وقال لهم أنا شفت الفيلم ده قبل كده، أنا ماشي، أنا راجع مصر لأن الراجل ده هياخدكم نفس سكة عبد الناصر. وبالفعل هو ده اللي حصل. بعد ما هو مشي بحوالي 6 أشهر أو سنة، الشركاء بتوعه 2 منهم اضطروا يهربوا من ليبيا في عربية نقل تحت، مستخبين تحت بضاعة، والثالث ما عرفش يمشي، ولحد ما مات كان ممنوع من السفر وقت القذافي. ولقى أنسي نفسه في نفس المكان اللي بدأ منه، ما عندوش ولا شركة ولا فلوس، في بلد خاملة اقتصاديا بسبب حرب 73، لكن على الأقل كانت القيادة اتغيرت تحت حكم الرئيس الراحل محمد أنور السادات. أنسي سويرس ما استسلمش الظروف اللي حطمته 3 مرات لحد دلوقتي، وكان مؤمن إن حلمه مش مستحيل. وفي سنة 1977 أسس شركته العالمية شركة أوراسكوم. شركة أوراسكوم في الوقت ده ما كانتش شركة المقاولات اللي معروفة النهاردة. شركة أوراسكوم اتأسست كشركة للاستيراد والتصدير، وكان ليها فرع للتوكيلات المختلفة. أنسي سويرس كان لسه متعقد من انهيار شركتين المقاولات اللي بناهم قبل كده، فقرر يركز على الحاجة اللي اتعلمها في ليبيا وهي الاستيراد. في الفترة اللي اشتغلها أنسي في ليبيا كان عمل علاقات كتير مع شركات عملاقة، وقرر يجذبهم للسوق المصري اللي كان بينمو بشكل سريع بعد معاهدة السلام. فقرر ياخد توكيل لشركة فولفو للمعدات الثقيلة والمعدات الصناعية زي المولدات والطرمبات والحفارات. لكن ده خلانا نسأل، شركة أوراسكوم بتاعة المقاولات اللي موجودة النهاردة جت منين؟ أنسي سويرس كان حريص إن ولاده ما ياخدوش الفلوس بالسهل، فقال لهم هخليكوا تستغلوا اسم الشركة فقط، وباسمي هتعرفوا توصلوا لمستثمرين كتير. من هنا كل واحد فيهم أنشأ فرع لشركة أوراسكوم خاصة بيه. فمثلا بعد ما ناصف ساويرس رجع من دراسته الاقتصادية في جامعة شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية، كان عايز يبدأ شركته الخاصة، فبدأ بشركة أوراسكوم للمقاولات. سميح ساويرس بدأ شركة أوراسكوم للمنشآت السياحية، ونجيب ساويرس بدأ شركة أوراسكوم للاتصالات. استمر أنسي سويرس يكبر في شركاته، وفضل يتفرج على أولاده وهم بيكبروا في شركاتهم الخاصة. بعدها أنسي سويرس كان شبه تقاعد، لكن ثروته كانت فضلت تكبر، لدرجة إن مجلة فوربس قدرت ثروة أنسي سويرس سنة 2008 ب9.1 مليار دولار. لكن رغم كل ده أنسي عمره ما اتغير، كانوا بيوصفوه دايما بالتواضع والبساطة، حتى إن في لقاء في 2015 كان بيتكلم وكانت لهجته لسه فيها اللهجة الصعيدي. الصعايدة كلهم مرتبطين ببعض ومرتبطين بالأرض أكتر، فكان إحساسه إن الأرض دي أحق بها هو الفلاح. فضل طول عمره ابن مصر الأصيل. أنسي قضى آخر سنين حياته بيحاول يدعم المجتمع المصري، وأسس منح دراسية زي منح التدريب المهني والتقني وغيرها، اللي أولاده ال3 ما زالوا بيدعموها بملايين الدولارات كل سنة. أشهر منحة بتسمى بمنحة ساويرس للمتفوقين، واللي بتستهدف الطلاب المصريين في المدارس الحكومية اللي مجموعهم بيكون أعلى من 85%. المنحة بتتكفل بكامل تكاليف التعليم الجامعي في لستة طويلة من الجامعات والكليات المصرية. في 2015 أنسي سويرس كان وصل 85 سنة. عمل لقاء غير مسجل مع الإعلامي المعروف مفيد فوزي. قال في اللقاء كلام جميل، فمثلا لما سأله مفيد فوزي هل تعرف تتنبأ كويس؟ رد عليه وقال له ما بشغلش دماغي بمبارح ولا ببكرة. ولما الإعلامي مفيد فوزي سأل أنسي هو أنت محظوظ؟ رد عليه وقال له محظوظ بعيلة وأولاد اتعلموا كويس.
بعد اللقاء ده ب6 سنين توفى أنسي سويرس. الحلقة بنتوجه بالعزاء لكل عائلة ساويرس في وفاة عميد العائلة، زي ما أنا بحب أسميه عم أنسي ساويرس. أنسي ساويرس سبب الوفاة كان فشل كلوي. وفاته كانت مؤلمة للأسرة بالكامل، لكنهم فضلوا ماشيين على خطى والدهم في محاربة كل الظروف عشان تنجح. بكده انتهت قصة أنسي سويرس. ما ظنش إن في شخص قدر يحارب الصعاب كل الفترة دي، لكن إصراره على النجاح وصله لحياة جميلة، حياة عاشها 90 سنة عاشر فيها مصر في زمن صعب، لكنه أصر إنه يكبر فيها. وفي الجزء الجاي هنتكلم عن نجاح أولاده وإزاي الجيل الجديد استمر على نهج الأب وكمان طوروا عليه. أشوفكم الفيديو الجاي، وافتكروا دايما إن القصة وراها حكاية.